مرحبا جميعا، سأتحدث معكم الآن عن التهاب الجراب في الورك. ما هو الجراب؟ هو كيس مملوء بالسائل يقع بالقرب من المفصل بشكل أساسي، يساعد العضلات والأوتار على الانزلاق بسهولة فوق سطح عظمي ويعمل كمواد تشحيم. عندما يستخدم الشخص مفصلا معينا بشكل مفرط، كما في المشي لمسافات طويلة أو الجري أو السباحة أو صعود السلالم أو التزلج، أو عندما يحدث أي إصابة لذلك المفصل المعين أو إجهاد أو وضعية غير طبيعية، أو النوم في وضعية غير طبيعية تؤثر على ذلك المفصل، أو أي عمليات جراحية تجرى حول ذلك المفصل. كل هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى شيء يسمى التهاب الجراب. التهاب الجراب شرطة أيتس تعني التهاب ذلك الجراب المعين. إذا ما هي الشكوى التي سيقدمها المريض؟ سيقدم المريض بشكوى تصلب أو ألم في الصباح الباكر في ذلك المفصل المعين عندما يستخدم ذلك المفصل لأي أنشطة. عندما تأتي إلى الطبيب بمثل هذه الأعراض، نقوم بفحصك جسدياً، وإذا لزم الأمر نقوم ببعض الفحوصات الإشعاعية مثل الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية إذا لزم الأمر. بمجرد تحقيق التشخيص، ننصحك بتناول مسكنات الألم، وهي أدوية مضادة للالتهابات غير ستيرويدية التي تقلل من التورم حول الجراب وتساعدك على تخفيف الألم. كما ننصحك بالراحة وعدم استخدام ذلك المفصل المعين لفترة طويلة. نقدم لك أجهزة مساعدة مثل العكازات، ونطلب منك القيام بالعلاج الطبيعي حتى تتمكن من زيادة قوة العضلات حول ذلك المفصل المعين. تتوفر أيضاً حقن ستيرويد للحالات الشديدة، وإذا لم تساعدك أي من هذه التدخلات غير الجراحية بشكل كاف، فهناك جراحات متاحة أيضاً. شكراً لك.